بس بص كده. ايوه، فكناها كلها بعد ما خلصت. الاول انا سلسبيل، وانتوا دلوقتي بتتفرجوا على منتج من منتجات لولي كرافتي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وسبسكرايب لليوتيوب كمان، وطبعا فولو لو مش متابعيني. ولو عايزين تطلبوا اي اوردر باسلوبكم وتعديلاتكم والوانكم الخاصه، ابعتوا لنا وهنرد عليكم بكل التفاصيل. الحكاية المرة دي مختلفة. العميلة القمر كانت طالبة تعليقة بدرجات البيج والبني، وفعلا نفذناها بكل التفاصيل واتصورت واتغلفت، وبعتنا الصور قبل الشحن للعميلة زي ما متعودين دايما. لكن فجأة قالت إن نفسها اللون يكون أغمق شوية، وأكيد أول حاجة جت في بالنا يا ترى بعد ما خلصنا كل حاجة هنقدر فعلا نعدلها. بس بصراحة احنا هدفنا في لولي كرافتي ان العميل يشوف الحاجة وهو مرتاح ومبسوط 100%. قررنا ننفذ التعديل وبكل حب، وقد كان. فكينا السحابة والحروف بشكل احترافي جدا، وبدأنا نصمم سحابة جديدة باللون المطلوب، وننفذ كل تفصيلة من أول وجديد وكأنها أول مرة تتعمل. خليني أقول لكم حاجة، إن بعد ما خلصت اكتشفنا إن فعلا عندها حق. اللون الأغمق طلع أشيك بكتير من اللون اللي قبل كده، ولايق جدا على الستارة النجوم اللي كانت طالباها مننا، وكمل سيم الأوضة بطريقة تحفة بجد. وده عرفناه لما صورت لنا الريفيو بتاعها. ودي من الحاجة اللي بنحبها في الشغل معانا في الهاند ميد، إن كل قطعة بيكون ليها روح خاصة، وكل تعديل صغير ممكن يفرق جدا في النتيجة النهائية. وفي الآخر أهم حاجة عندنا إن الحاجة توصل لبيتها الجديد صاحبها يكون حاسس إنها معمولة مخصوص عشانه، وقد إيه كانت معمولة بحب واهتمام. ودي كانت حكاية الأوردر المرة دي. ما تنسوش لايك لو عجبتكم، وفولو علشان تشوفوا أكتر، وابعتولنا للطلبات والاستفسار. شكلها قبل باللون البيج الفاتح، وده شكلها بعد بالبيج المطلوب. باي باي.